اليوم جايب لكم مناسبة السماعة قصيصة رومانسية للناس الرومانسيين. شطحنا، نبي نشطح، نبي ندلعكم. ابسط يا عم. قصتنا تتكلم عن بنت عمرها في 16 سنة. كانت ليس كزميلاتها تخبرون المراهقة. سن المراهقة لازم الوحدة تحب واحد واثنين وثلاثة وتعيش تجارب كثيرة، لكن هذه لا. كانت مؤمنة في شيء واحد اللي هو الحب بعد الزواج، وأن الحب قبل الزواج خيانة لربها واللي من رباها. الله. كانت هالبنت هادية، وكانوا ينتقدونها زميلاتها انه ليش ما تكونون زينا تحبين. كانت برضو مدمنة للنت. في يوم من الايام جتها وحدة وقالت لها هذه بنت تبغى تسولف وتراها كويسة وممتازة، فاخذت التواصل حق. فكانت هالبنت من صحباتها ومدحت لها البنت اللي، فراسلتها وتواصلت معها، فأعجبت في اسلوبها وانها لبقة وممتازة ومتعة. ومع الأيام كل يوم سبحان الله يزود المودة والمحبة بين هالبنتين. بعد سنتين استمرت علاقتهم سنتين. بعدها قالت لها البنت أنا بعترف لك بشيء، لكن ما أبغاك تزعلين أبدا. قالت أنا ما راح أزعل منك، أنت أختي أبدا. قالت لها هالبنت أنا ماني بنت، أنا ولد، ولكني ما لي طريقة أوصل لك غير هالطريقة، لأنك ما ترسلون غير بنات. بس يحلف لها الشاب والله العظيم أنا ماني خادعك ولا جالس ألعب عليك، والله ما في طريقة إني جالس دخلت فيها غير إني أكون بنت، وأنا والله أحبك. لكن البنت من داخلها قالت أنا اللي أرفض الحب قبل الزواج، أحب عن طريق النت لا أبدا. فقالت لها الكلام، قال طيب أنا ما أبغاك تحبيني، اعتبريني زي أخوك. فاستمرت العلاقة إنها زي أخوها لفترة معينة. يوم من الأيام مرضت هالبنت وقعدت طريحة الفراش لمدة أسبوع، فكانت ما تتواصل على النت. أول ما قامت طيبة وهي تروح للنت، لما فتحت الجهاز حصلت مئات الرسائل من هالشاب. فلما كلمته وقعد يشكي لها أنه فقدها، وجالس قال خفت أنك تركتيني، ولكن أنا والله أحبك. ومن هالكلام وحتى هي اعترفت له، قالت حتى أنا والله أحبك. جلسوا حوالي أسبوعين أو ثلاثة وهم يجلسون يتغزلون ببعض وحبيبة. فيوم من الأيام البنت قررت من داخلها، فقررت هالبنت من داخلها أنها تتخذ القرار الصحيح وتقطع العلاقة بالمرة أبدا. فارسلت له رسالة على الإيميل، قالت أنا أحبك ولا زال أحبك وراح أموت وأنا أحبك، لكن ربي ومن رباني لا أخونهم. فانقطعت العلاقة بينهم. مرت حوالي سنة وأبوها انهي عقده من الشركة ورجعوا لديارهم. دخلت البنت الجامعة في بلدها، لكن ما زال حب هاك الشاب الزيغة تطلع. وحب ذلك الشاب كان معشش في قلبها. جاء خطاب فرفضته. ما تدري هو أصلا في أي بلد في أي مكان، بس كانت تتواصل مع. كانت البنت هندسة اتصالات، وكان في معرض الاتصالات، واختيرت البنت من ضمن المتفوقين لزيارتها معرض هالاتصالات. عرفت؟ كانوا ياخذون جولة حول الشركات. في ركن من الأركان هالبنت نسيت دفتر محاضراتها على ستاند حق حصل موظف دفتر المحاضرات وراح بيلحق البنت يعطيه إياه، لكنها ذابت وسط الجمهور. خسارة ما لحقها. فقال بكرة تجي تاخذه. كان الساعة 11 يقفل المعرض. لما جت 11 ما في أحد، قام يقلب في الدفتر، شد الدفتر يعني، قلب في آخر صفحة حصل اسمه كامل، ولا هي البنت اللي كان يحبها ويتمناها، اللي كان يراسلها عن طريق النت. كان يعد الدقائق والثواني، يحتري الصبح يطلع، يحتري جيتها. وجت الصباح البنت، فسألت. كان كالمذهول يطالع فيها وهي تكلمه ما يرد. أعطاها الدفتر هو ساكت مشت ولا كلمها. مشى وراها يتبعها لين عرف بيتها، وراح كلم أهله وجاء وسأل جيرانهم
عنها. ثاني أسبوع جاي خطبها على طول، جابها له وخطبها. فكان الرجل كويس وماديا وأخلاقيا، فوافقوا أهلها. قالوا نبي نسأل البنت. البنت رفضت قبله واجد، فرفضته من عرض لأنها كانت تحب الشخص اللي كان بنت معاه. خلوني أتفنجل. أي، فرفض الشاب أبدا إنه يتحرك من بيتهم، ورفض إنه يتحرك غير يشوفها. فجت البنت بناها طلب عشان يطلع. قال لما عرفتيني أميرة؟ قالت منين أنا أعرفك أنا أصلا؟ قال أنا اللي تركتيه عشان ما تخوني أهلك، عشان ما تخوني ربك ومن رباكي. فعلى طول البنت أغمى عليها، ولما صحت ولا هو واقف عندها، فقالت لأبوها أنا موافقة على طول. وانتهت قصتنا لهذا اليوم، وعسى أن تنال إعجابكم، وأبي أراكم على الخاص، ترى ما نستغني عنكم، أنتم عقال على الرأس. بنزل السنابة بعد السنابة، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة واللايكات، دمتم بود.